السلام عليكم، إن شاء الله الكل بخير، آمين يا رب. وطبعا صيام مقبول وإن شاء الله أجر ثابت يا رب، ويا الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون كلها مثل ما تتمنوها، إن شاء الله كلها سعيدة وراحة بال، وكل اللي تمنوه يصير، آمين يا رب. صح احنا اغلبنا ما لنا واحد نشتري مشتريات وهاي، بس الحمد لله والشكر على كل حال. الحياة مستمرة سواء ضجنا أو ما ضجنا. ردنا نسوي شيء وما صار، يعني مو معناها إنه خلاص هاي توقفت الحياة. لازم واحد يجرب يحاول، لكن كان كلش ازدحام وفوضى وهاي. لا صح بالشوارع، اي الشوارع اكو هواي ازدحام، بس لما رحت للمول تفاجأت، يعني شوية شي مرتب وبهدوء. أتمنى يكون على خير إن شاء الله. والحمد لله والشكر على كل حال. صح شوي مكسور خاطرنا يعني، ومدى نقدر نشتري هواي أشياء، بس لا والله احنا ما قصرنا يعني، الحمد لله والشكر. على قولة زوجي يعني يقول لي هاي ما إلك واهس وتشترين، تحبين تشترين أشياء مع إنه مالي واهس. صدقوني يعني مالي واهس بأي شيء. هاي النوعيات كلها زينة مال الشالات، يعني لازم كل محجبة لازم تكون عندها من هاي كل الألوان تاخذوها. أنا أخذت هذا النوعية، وياه فستان كلش حلو هم قريب للألوان. أخذت بيجي وأخذت أزرق واحد وأسود من هذا الفانيلة، هم نوعيته كلها زينة، هسه نازل جديد. سعره 150 الفانيلة، وهذا ب230 الأسود، والمخطط هم في 230. هنا ملابس البيت طبعا كلش حلوة وراقية. ملابس البيت هنا مال إلسويكي شوية هذا، أنا أخذت هذني. وهنا هاي باقي المحلات فلو ماركة مال الأحذية كلش ممتازة، وديفاكتو يجنن كلش حلو، وبعروض كلش هواي، يعني حتى على التليفون مالتي كل مرة تجي عروض، يعني هواي شغلات، بس قلت لكم هالي واهس، يعني هواي هاي الفترة دا تصير عروض وهاي، بس مو دائما دا أروح أشتري، بس هسه استغليتها قلت ما طول عيد هاي خذت بنتي ورحت. لما نروح كنا حاطين شي ببالنا أو مخططين لشي، ومن نروح نغير الخطة كلها، يعني الأشياء اللي نريدها نشتري غيرها وهكذا. هنا المكان مالتي المفضل، الفناجين اللي أحبها كلها هنا، يعني أول ما أروح لازم ألقي نظرة على الفناجين الجديدة، بس هالمرة ما شفت أشياء يعني جديدة تقريبا نفسهن. هوني أفرح من أشوف شي موجود عندي، هذا اللي حاطة عيني عليهن راح أشتريهن إن شاء الله، بس مو هسه. أنا جيت على مود أشتري خلاط من هذا اللي يحميه ويسوي شوربة وهاي، بس ما لقيت هنا. شوفتها الصورة قلتها لابني أريد من هذا، قالت ما موجود هسه، بس نقدر نوصل ويجيبون لنا إياه. بالنسبة لقوالب الكيك كلش حلوة، هذا سعرها ب600 ليرة، وهذا 300 الثاني بصفة. يعني بالرغم انه ما لنا واهس، بس هي الاغراض بدها تجذبنا يعني انا عشقي الغراض مال المطبخ، كلش احب اغراض المطبخ، احبها هواي. هاي سعرها 1600، بس اكو اسعار اقل، يعني
بس هاي لأن ماركة هيجي سعرها. اكو 600، اكو ب250. هماتين اكو واحدة اخذتها انا ب250 بس من هاي العادية. هذا التخم مال الجداري ب3 وبشوية، 3 وما ادري ايش قد، يعني بعد العروض، بعد الخصم، لان مسوين عليه عرض. هو هذا كان يمكن ب5000 سعره. فاكو خصم 20% مع 30%، فلهذا السبب كانت اسعارهم كلش مناسبة. طبعا ببالي كلش هواي انه اشتري قلاية هوائية، يعني دائما اروح واكون مستعدة اريد اشتريها، بس على الاخير اغير رأيي، لانه هواية اكو بنات يقولون ما ننصح فيها، يقولون الفرن ممكن انه يعوض معنها، واكو هواي يشجعوني يقولون لا، القلاية الهوائية صحية ومفيدة وجدا مناسبة. فإذا سمحتوا يعني إذا أكو أحد يعرف نوعيات زينة وهاي مناسبة، يا ريت لو تكتبولي بالتعليقات، أكون جدا ممنونة. هاي السعة مالتها 8.5 لتر، وهاي اكس لارج، هماتينة كبيرة. بكل مكان أروح لازم أصور القلايات الكهربائية، وأروح على مود آخذ، بس بعدين أغير رأيي. هسه هاي ام الاثنين، هاي كلش عجبتني. طبعا هاي التصوير من قيصري، بس دا اشوفكم القلايات اللي شفتها. يعني كلش دا يخطر على بالي انه اشتريه، بعدين اتردد لهواية اسباب. اولا لازم افرغ الكاونتر كله، لان ما عندي مكان هسه على الكاونتر. وثانيا ما الي واهس، يعني افكر انه اقول خاف نطلع او هاي، ما ادري. انتو ايش تنصحوني؟ وإن شاء الله أنا طبعا كل مكان أشوف قلايات هوائية أروح عليهن أشوفهن وأشوف أسعار. هاي بالنسبة للعلب مال البهارات، راح أقول لكم سر. أول مرة دا أحكي. هاي العلب مال البهارات، بالنسبة لعلب البهارات، طبعا أني بالبداية ما كنت أشتري علب بهارات أبد، كنت بالعلبة مال الجبن اللي نستعملها بعد ما تفرغ وتخلص اغسلها واستعملها للملح للبهارات، وحتى استعملها احط بيها اشياء بالثلاجة. يعني ما كنت اشتري اي شي، كنا حاطين ببالنا انه عسى ولعل انه ممكن انه نسافر او نطلع، من هنا ما كان ببالنا هذا الشي. طبعا هذا المكان كلش يعني الراحة النفسية كلش زين، كلش يعجبني هذا المكان بنوبادة. من أجمل المكانات اللي أرتاح بيها. بس حاليا هاي لأن آخر يوم رمضان، تلقيهم ماكو أحد هنا. هاي باقي الأيام تلقون اكو ازدحام هواية. بهذا رمضان يعني ما حسينا إنه الأيام دا تمشي، كان ساعات، يعني كأنه الوقت، يعني أقعد الصبح رأسا يصير المغرب، ماكو أي وقت للتحضير، يعني من أحضر شغلة بسرعة بسرعة، كل سريع. هذا أسرع رمضان يمر علي بحياتي، أسرع رمضان، ومع أنه من قد ما هو سريع بس تعبنا كلش. طبعا هذا ماركة بنغروس كلش زين، وأسعاره جدا مناسبة. يعني لا تتصورون انه بس البيم انه هو بيه عروض وهذا، هذا هنا هماتين اكو عروض كلش هواي. بس احنا للأقرب
يعني أنا دائما مرات ينتقدوني يقولوا لي ليش تروحين دائما للبيم على الأقرب. يعني هاي بالنسبة إلي إذا أريد أروح للمقروس مكان بعيد عن البيت اللي أنا أسكنه، كلش بعيد عني، يعني لازم لو أروح بالسيارة لو بالباص. يعني إذا أريد أروح مشي هواية أتعب. بينما البيم 101 الشوق كلش قريبات علي، يعني 101 مقابل بيتي، يعني أعثر أوقع بيه يعني ماكو أي مسافة بيناتنا، فدائما تلقون مسواقنا من هناك. بس من أجي هنا يعني فد شي مميز، يعني شي حلو. ماركت مقروس يعني حتى باسطنبول وبكل محافظات تركيا موجود هذا الماركت، ونوعيته جدا ممتازة الأشياء اللي يعرضوها، وهماتينا كمية عروض كلش هواي، وهماتينا أكو كرت يعني هاي من خلاله إنه يسوولش تخفيض. مثلا أكو مثلا فد شغلة مثلا هي ب50، إذا على الكرت يعطوك إياها ب39 أو ب38 أو هيجي شي، يعني ينطون نسبة على الكرت، ومو كل المواد، يعني بس المادة اللي هم يحددوها. وبالإضافة أكو بيه هماتينا أغراض مال مطبخ وأشياء تخص الملابس والأشياء. مثلا هسه عالصيف دي ينزلون شمسيات وقمريات ومراجيح مرجوحة، يجي وأكو يجي نص تخم مثلا اللي ينحط بالبالكونات، ميوزة كراسي، هواي أشياء. وكل ما يعني نروح لغير محافظة، مثلا أنقرة، مال أنقرة اللي رحته يعني تعجبت، حتى يتيه من قد ما كبير. أكبر ماركتات هي هذني اللي موجودات هنا بتركيا. بس البيم بالنسبة للبيم مو لأن أسعاره رخيصة، بالعكس هو أسعاره كلش غالية، بس أكو عروض يعني بين فترة وفترة عروض، حالة حال المقروس، حالة حال أي شي. وماكو شي اسمه مدعوم من الدولة، لا ماكو هذا الشي. ما أعرف ليش أغلب العراقيين طلعوا هاي الإشاعة، ماكو شي مدعوم من الدولة. هاي سعرها 270، أخذتها كلش حلوة. ليش الكمية هاي اللي الناس يروحون للبيم؟ الاسم، لأنه بيم هو معناه بزم إسلام مملكة، كل حرف يعني شي، يعني احنا المملكة الإسلامية، فيعني تقريبا يعتبروه إلهم خاص، يعني خاص مالتهم. فأكو هواي ناس يعني حاطين بمعتقدهم إنه البيم هو أحسن شي بالنسبة إلهم، يعني إلهم هم أهل البلد. طبعا هسه أنا ما دا أصور بالبيم، هاي بين شركة يون والمقروس، أغلب التصوير بالمقروس. هنا هاي شركة يون. وإذا أريد أروح للبيم يعني عن القرب، يعني ما عندي شي، يعني إذا أروح للبيم يومية أي هذا شي عادي وطبيعي. أني أروح مثلا أتسوق المسواق اللي أحتاجه الضروري بالنسبة للبيت اليومي، من أجبان كل شي يخطر على بالك موجود هناك. وبالإضافة أكو عروض. يعني الفرق الوحيد بينه وبين باقي الماركتات إنه هو أغراضه متشابهة، يعني بكل بيم تشوفين نفس الحاجة ونفس البضاعة، والعروض تكون نفسها بكل تركيا. هذا الفرق الوحيد بينه وبين باقي الماركتات. طبعا هسه أنا ما دا أصور بالبيم. هاي أشياء من ماركت المقروس، هاي من الأشياء اللي أخذتها من المقروس، هاي كلش عجبتني، أخذتها 270 أو 279. هاي مبراشة مال كرزات أو ثوم أو شي، يعني أي شي بس سهلة، يعني هيجي هاي طريقتها يدوية.
فقلت استفاد من اريد اكسر جوز او شي ابرشة يعني قصدي. وهنا هاي الاشياء اللي اخذتها من البيم، اخذت هاي اول ما نزل سعرها هي كانت ب239، فصار سعرها 175 مدري 165، كان اخذها رأسا. سوولها تخفيض بوقت الاندريب اشتريتها، هاي كلش عجبتني. وتصير للفرن هم مكتوب عليها تصير للفرن. وبالنسبة للدجاجين هاي هماتين اخذتهن من البيم، هاي نوعيتها كلش زينة، هاي ب200 ومدري ايش قد. بعدين هماتين سوولها تخفيض، اخذتها لانه واحدة قالت لي من دا قطع الدجاج، كاتبت لي انه السكينة كانت ما تشتغل زين يعني على الدجاجة. فرحت اشتريت، انتقمت من السكاكين، اشتريت كومة. اخذت هاي ذني 3 ب150، وهاي وحدها ب200 ومدري ايش قد، 230 200 مدري ايش قد. واخذت هاي من البيم، هاي اخذتها قبل رمضان بيوم، هذا سعره 400. اخذته هذا، هاي الماركة مالته، وكل زين لان بيه 4 شفرات، هاي بيه 4 شفرات. والفولتية مالته 1000. هذا أخذته من البيم هماتنا بالعروض، هذني الأشياء. وأخذت هاي الغطا، هذا ب30 ليرة من البيم. وأخذت هاي هماتنا، هم تصير للخبز وهماتنا للكليشة، قلت لأنه استعديت يعني قلت أكيد راح نسوي الكليشة. وهاي هماتنا من البيم، هاي سعرها 100 ومدري ايش قد، 109، هاي سعرها 109. وهاي مال الجبن، هاي من 101، هاي أخذتها ما أدري بيش ما أتذكر، أخذتها هماتين نوعيتها كل زينة، عجبني. وهاي هماتين، بس هاي مو هسه ما أخذتها، هاي قبل، بس ما كنت استعملها للحم أبد، ما استعملتها للحم، استعملتها مرة واحدة بعدين تركتها، بس استخدمتها بالصبيناغ كلش زينة، يعني تحطين تختة كبيرة وتظلين تبرشين بيها كل زينة. هاي السكينة، فكانت أشياء كلش حلوة واستفاديت من عندها. هاي أشياء من ماركة المجروس، بالنسبة هذا اللبن دائما استخدمه، وهذا الحليب هماتين نوعيته مال المجروس، هذا مال جل. أثبتوا يعني أنه كلش مفيد للقولون، أمراض القولون، العلاج أي شي يخص الهضم، كل زين ومفيد كلش حلو. نصفي هذا من المقروس، هذا 220 سعره، راح أحتاجه هواي. هاي البيجامة اللي أخذتها من إل سويكي، وهاي ألوان الشالات اللي اشتريتهن، الأسود والأزرق وبس. هذا أخذته من توبة، ماركة توبة، كل زينة. هذا اللحاف، هذا آخر شي اشتريته، هذا سعره 600 من البيم. هنا تجهيزات الكليشة مثل ما تعرفون، دهن الحور والحلقوم والتمر أهم شي طبعا. وهنا أنا باقي الأشياء اللي سويتهم، فسرعت الفيديو على مود الوقت لين دارد أحضر الكليشة. وهذا المهماتين أخذتهن من المقروس، وهاي وأخذنا قيمر وعسل. المهم هسه هذا الطحين هذا من شروم يوكسل أون، هذا يخبل، هذا 0 درجة أولى، هي أحسن النوعيات هي من شروم، هذا متعدد الاستعمالات، هذا الكل شي ممكن تستخدموه للخبز، لأي شي هو يستخدم.
متعدد الاستعمالات. بالنسبة لهذا الطحين هذا 0 درجة أولى، يعني هو حكيم أوغلو وأكو هواية وحاتم أوغلو والحطاب، هذني كلهن أنواعهن زينة ممتازة مو بس زينة. بالنسبة للكليتش حطيت 6 كوابة من الطحين الصفر يوكسي الأون، حطيت 6 كوابة. راح استعمل العجانة لأنه بما أنه أسهل وماكو داعي يعني يعني نصعبها، ترى هي عادي بس مجرد نخلط الدهن والطحين بالبداية ونضيف كل واحد يعني باجتهاده، يعني اكو بيهم يقولون لا ما نستخدم العجانة نقدر حتى نستخدم كميات كبيرة، مثلا أخلط فد كيلو دهن دهن وطحين وأوخره بالفنجانة وأرجع النوب هماتين أحط دهن وطحين أخلطهن وبعدين هماتين أفرغه وبعدين هماتين يعني يصير 3 كيلوات 3 مرات أخلطهن بعدين أحطهن بالفنجانة وبعدين أبدي باقي التفاصيل. بس هسه أنا راح أستخدم كيلو هو هذا ال6 كوابة اللي استخدمتها، وراح أستخدم هذا الزبد. طبعا أي نوع زبد ممكن يصير ويا الدهن بالإضافة للدهن. مستخدمة الزيت أكو بيهم يقولون ينشف أكو بيهم، بس هو عادي أي شي يخطر ببالكم استخدموه. ترى الكليتشة تعتمد على النفس يعني صدقا أني كل ما أسويها تختلف عن اللي قبلها، ولا مرة صارت تشبه الثانية، يعني كل مرة تصير مختلفة وإلها نكهة خاصة. سبحان الله هي مال العيد تكون مختلفة، بس مال العيد تختلف يعني ليش نسويها باقي الأيام يصير طعمها عادي. هسه راح أستخدم هاي مال العجانة اللي تخلط بس هاي القطعة مو بالشبك، وأضيف نص ظرف بيكنج باودر، نص ظرف لا تضيفون هواي لأن تخرب الشكل ما يبين شكلها أبد، هيجي نص ظرف أو خاشوقة صغيرة. وبالنسبة للخمرة أنا استعمل لأنه على طريقة أمي الله يرحمها خاشوقة صغيرة مال خمرة أضيفها، هاي كلش صغيرة خاشوقة. والمحلب ضروري جدا مو ضروري جدا هماتينا حسب الرغبة، اللي متوفر عندكم استخدموه. هنا شكر بودرة استخدمت ظرف، الشكر البودرة يعطيها لون من تستوي يعني شوية يصير لون بيها فوق يعني. وبالنسبة للبيض اكو بيهم يحطون بيضة واحدة واكو ما يستخدموها، او تضيفون البيضة بس البياض وتاخذون الصفار ندهن بيه الكليتشة للسهولة يعني، أنا أفضل هيجي. هسه راح أعيد المقادير هي لكل كيلو 400 غرام دهن، لكل كيلو طحين. الكيلو الطحين 6 قلاصات أو 5.5. بالنسبة إلي عادي يعني ممكن إنه أعجنها هيجي وأخليها ترتاح، مش قد ما ترتاح أحسن. هسه راح نبدي نشكلها بالطريقة اللي تعجبكم، وما أريد أطول الفيديو بعد طول هواية، فسويناها بالتمر وبالحلقوم وهواية. هاي السنة استخدموا الكليشة الجاهزة، وطبعا كانت كلش طيبة وكانت ترند، يعني هاي السنة الترند مال الكليشة إنه أخذوا كليشة جاهزة من الأونلاين أو من المحلات القريبة. وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم العيد بألف صحة وسلامة. ولهنا خلص الفيديو، هنا هاي كان آخر يوم برمضان سويت الرز البخاري، وأستودعكم الله ومع ألف سلامة. شكرا للمتابعة.